عارفين مين هم الأربع حيوانات غير المتجسدين؟ حوالين عرش الله موجود 4 ملائكة، والملائكة دول من الشروبيم، ولكن شكلهم غريب جدا ومختلف، وده لأن أول ملاك فيهم ليه وش أسد، والتاني ليه وش طور، والتالت ليه وش النسر، والرابع شبه الإنسان بالظبط. والأربعة دول طول الوقت موجودين حوالين عرش الله، وكل واحد فيهم بيشفع عن فصيلته. زي مثلا شبه الأسد بيتشفع عن حيوانات البرية، وشبه الطور بيتشفع في حيوانات الحقل، وشبه النسر بيتشفع في الطيور، واللي ليه وجه إنسان بيتشفع عن البشر. وبيتقال عليهم غير المتجسدين لأنه من المعروف إن الحيوانات هي مخلوقات أرضية، جسد بس، ومفيش حيوان ليه روح. ولكن الأربع حيوانات دول هم عبارة عن روح بس، لأن هم في الأساس ملائكة. والأربع حيوانات دول ليهم دور كبير جدا في سفر الرؤيا، وبنكتشف إن الأربع حيوانات دول الله مخليهم مسؤولين عن حاجات كتير جدا في السماء وكمان في الأيام الأخيرة. ولو عايز تعرف هم هيعملوا إيه في سفر الرؤيا، فسفر الرؤيا اتشرح بالكامل في 10 دقايق وموجود على قناتنا دلوقتي، تقدر تدخل وتتفرج على الحلقة. ولو خدنا بالنا هنلاقي إن الأربع حيوانات كل حيوان منهم موجود في صورة اللي كتب كل إنجيل من الأناجيل. يعني ماري يوحنا اللي كتب إنجيل يوحنا هنلاقي في صورته النسر، ولوقا هنلاقي معاه طور، وماري مرقس اللي كتب إنجيل مرقس هنلاقي معاه الأسد، والإنسان بيرمز لمتى الإنجيلي. فالأربع حيوانات كمان بيرمزوا لكتاب الأربع أناجيل، وهم من أقوى الشفاعات لأنهم أقرب مخلوقات لعرش الله. وانت كمان صلي معايا وقول: أرجوك يا رب خلي عينك عليا، احفظني يا رب في كل طرقي، خليني يا رب أبعد عن أي حاجة ممكن تزعلك، وابعد عني يا رب عدو الخير، واحفظني يا رب في كل طرقي، وابعد عني كل شر وكل هم وكل تعب.